فتعالوا نبدأ بسم الله، توكلنا على الله. نبدأ بفكرة الفرق ما بين الدماغ والعقل. اكتبوا لي بقى في الشات ايه الفرق ما بين الدماغ والعقل. اللي عارف الرد ده اللي خده معايا في السكون ما يردش. ايه الفرق ما بين الدماغ والعقل؟ البرين and the mind. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ومين فيهم اللي ممكن يسوحنا؟ يلا هستنى في الشات عشان اقرا ايه الفرق ما بين الدماغ والعقل. يلا يا حنان، حطي ايدك على خدك ليه؟ قولي لي يلا. الفرق ما بين الدماغ عضو، العقل مسؤول عن الافكار والتسويح. اوكي يا حنان. اللي يسوح العقل. اوكي. الدماغ هو العضو، العقل هو الوظيفة. انهي واحد اللي بيروض؟ يعني انهي واحد اللي فيه الدركسيون، يعني هو اللي بيقول الستوب؟ العقل بالظبط كده. العقل وحش الدماغ وحش والعقل جميل. بالظبط كده. هو الدماغ عامل زي الكمبيوتر. هو مش متبرمج، بس هو هيشتغل على الجزء البدائي بتاعي، اللي هو لما خاف هيخوفني قوي، لما احزن هيحزني قوي، لما افرح مش هيفرحني قوي، هيفرحني تو ان اكستنت، عشان هو بيحب الخوف وبيحب الحزن اكتر بكتير. هو يحب يتعامل مع الخوف والحزن قوي. دول الشعورين المفضلين عنده. ليه الشعورين المفضلين؟ عشان يحميني، لان هو ده المخ البدائي. بيتعامل معايا وكأني لسه رجل الكهف اللي عايش من سنين، خايف من النمر يعدي عليه، فبيتعامل بحيطة زيادة. ولما يكون في أي فقد بيحس بالفقد زيادة وبيسود الدنيا في دماغي. هو بيعمل كده out of survival، جزء منه ومن نشاطه. فربنا سبحانه وتعالى ادى للإنسان البدائي ما يسمى العقل، اللي هو انا جايه خلاص. نستأذنكم اللي جاي يقفل الكاميرا وهو لسه ما جاش. نقفل الكاميرا، نقفل الصوت بليز. خلاص. فربنا ادى لهديل يسري وصفيه هلال واسراء عبد الوافي عقل، ما يسمى العقل. العقل هو ايه ومكانه فين؟ هو العقل بيقال عليه ان هو موجود في البري فرونتال كورتكس، الجبهه الاماميه، او المساحه اللي بيخلقها الترابط الصحي ما بين العقل والقلب، لان القلب ليه جزء مفكر بتاعه. الاتنين دول بنسميهم عقل. هو ده مناط التدبر، هو ده مناط التفكر، هو ده مناط اللي بيقول لي للدماغ ستوب، ما تاخدنيش في الحتة البدائية لو سمحت، تعالى اوديك لحتة تانية. الدماغ بالتلقاء بيعمل 3 حاجات. الناس بتوع سكون عارفين بيعمل ما يسمى، أول حاجة بيعملها هو التطابق، ثم الاستنباط، ثم التنبؤ. يعني إيه؟ دلوقتي حنان قاعدة وجالها مغص. خلاص، حنان قاعدة وجالها مغص. أول حاجة هيعملها المخ في أقل من تمن الثانية، هيروح ويعمل تطابق مع الملفات القديمة عند حنان. هيروح يقول لها إمتى آخر مرة حصل لك مغص؟ تقول له مثلا حصل لي مغص وكركب لما كنت داخلة على الميتنج فكنت خايفة. فهيعمل ما يسمى تطابق، فهيجيب لها المشاعر اللي كانت ماشية مع المغص القديم، سواء كان توتر، سواء كان لا قاعدة مرتاحة خلاص أنا قاعدة مش فارق معايا المغص، أيا كان المحتوى اللي موجود في الملف القديم هيعمل معاه تطابق. طب بعد ما يعمل تطابق هيجيبه على السطح. بعد ما يجيبه على السطح هيعمل استنتاج. الاستنتاج، لو حنان كان الاستنتاج قبل كده عندها مش لطيف، هيقول لها يبقى انت عندك مشكلة في المعدة. لو الاستنتاج مش فارق معاها نيوترال، ايه المشكله؟ ده مغص وكل الناس بيجي لها مغص، مش هركز معاه. لو الاستنتاج فيه ملف خوف، هيقول لها ايه؟ اه يبقى في حاجه لازم نخاف منها، ويربط لها الاستنتاج ده بحاجه هي خايفه منها فعلا دلوقتي بس ما كانتش على بالها. يقوم قافش في اللي ما كانش على بالها ده ويعمل معاه تطابق واستنتاج. يبقى احنا ما تاخديش الوظيفه دي، او ما تقدميش على المشروع، او يقوم عمل لها الخطوه الثالثه ايه؟ تنبؤ. في التنبؤ هيقول لها ايه؟ اكيد في مصيبه هتحصل، اكيد في كذا، على حسب درجه التنبؤ اللي حصل قبل كده، او التنبؤ اللي هي على طول الورست كيس سيناريو، يعني اللي موجود في دماغها. الدماغ بيعمل كده. طب العقل في الحاله دي يعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي واحده عاقله ومشاعري بحاول يعني اكونترولت على قد ما اقدر. العقل في اللحظه دي بيعمل ايه؟ بيسأل السؤال: هل المحتوى اللي الدماغ مطلعه ده مفيد؟ هل المحتوى اللي الدماغ مطلعه ده واقعي؟ هل المحتوى اللي الدماغ مطلعه ده صحي ولا لا؟ 3 أسئلة. هل هو مفيد؟ هل هو واقعي؟ هل هو صحي؟ خلاص.
هل هو هياخدني خطوة قدام، ولا هو محتوى شعوري اللي هو محتوى بدائي، يعني شبه خوف قديم عندي فالمخ مجرد اللي بيعمله انه بيكرره. لما بتسألي نفسك الأسئلة دي وكأنك بتعملي للبروسيس ستوب للبروسيس. احنا اللي مسوحنا ان اللوب ده شغال في دماغنا. لما يجي حافز بنقعد ستك ومحفورين في اللوب ده. فتعالوا نفهم قوانين الدماغ. هو في أكتر من 1000 قانون. أنا بس كتبت لك هنا أهم 5 وهم بساط وأكيد عارفينهم، بس عشان ندركهم أكتر وإحنا في عملية الفكر. أو لو أنتي كوتش وبتتعاملي مع كلاينتس، أو لو أنتي ثيرابيست معالجة نفسية وبتتعاملي برضو مع كلاينتس، تعرفي تفهميهم إيه هي قوانين العقل عشان يعرف يسيطر إزاي على الدماغ بالعقل.